أهلا بك دكتور خيري. دكتور خيري، كيف تقرأ التطورات العسكرية الأخيرة وازدياد حدة الاشتباكات بالإضافة إلى دلالات استمرار هذه الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي؟ يعني إذا ما نظرنا إلى الاشتباكات والتصريحات المختلفة على مدى الأيام الماضية، يمكن أن نلاحظ أن هذا مؤشر على أنها سوف تكون هناك حرب طويلة. يعني يمكن أن تنتقل عبر مراحل مختلفة. يعني هدف الجيش الأساسي الآن هو السيطرة على الخرطوم، لكن ما يتعلق بالمناطق الأخرى وحرب العصابات وكل هذه الأنماط من الصراعات المسلحة، أعتقد أنها سوف تأخذ وقتا أطول، لأن كل من الطرفين يقدم نظرية مختلفة أو موقفا مختلفا. بينما يقدم الجيش أولوية النظام والدولة والانضباط، فالدعم السريع يقدم أولوية إعادة تفكيك الجيش وترسيم الدولة مرة أخرى. وبالتالي هنا هذا الاختلاف الحاد بين الطرفين. يعني إذا لم تكن هناك قوة حاسمة تفرض هذا، سواء بقوة الجيش أو قوة الدعم السريع أو بالوساطة الدولية توقف هذا الموضوع، هذه الأزمة، فإن الموضوع سوف يأخذ وقتا أطول. يعني عندما مثلا نسترجع مرحلة الحرب الأهلية في جنوب السودان، هي بدأت في سنة 83 وانتهت في عام 2005، وبالتالي هنا المسألة أعتقد أنها خطيرة للغاية، وأنه ليس من المرجح أن تنتهي سريعا، وخصوصا أنه يمكن أن تتحول قوات الدعم السريع إلى خلايا عنقودية ومنظمات مختلفة في أرجاء السودان، وقد تكون لها ظهير اجتماعي في بعض المناطق. هذه المشكلة أعتقد أنه البيانات الحالية ما يتعلق بالخرطوم أعتقد يمكن أن يسوى في خلال الأيام بالسيطرة على المقرات النظامية وإبعاد الدعم السريع عن العاصمة، لكن إعادة البناء والدخول إلى انتخابات أخرى أعتقد أنه سوف يمكن أن يستمر أو يستغرق وقتا. وإنما إذا توفرت الإرادة لدى الجيش بعد وقف العمليات في الخرطوم والسيطرة عليها في أنه يمشي إلى الحل السياسي، أعتقد هذا الأمر يمكن أن يكون تقدما أو تغيرا نوعيا في التعاطي مع الأزمة لكن السياسية. إذا استمرت الأزمة كانت السودان أيضا. لكن إذا استمرت الأزمة، هل سيناريو الانزلاق في حرب أهلية ربما يكون واقعي؟ هو أعتقد أنه وارد يعني إلى حد ما، لأن ما يقف وراء الدعم السريع هو ليس وحده. هناك كتلة دولية كانت أيضا السبب في الحرب الأهلية السابقة، وبالتالي إذا لم تكن هناك سوف تعمل له على الإمداد الاجتماعي والدعم والتمويل والتسليح. كل هذه الأمور تساعد على الحرب الأهلية، وخصوصا أن هناك قضايا في السودان لم يتم حسمها حتى الآن، وهي قضايا التهميش أو الهامش، وأن الدولة لم تلتقط أنفاسها على مدى 50 عاما في النظر للقضايا المهمشين سواء في الشرق أو الغرب. وبالتالي أعتقد أن هذا يمكن يمثل وقودا للحرب الأهلية، خصوصا عندما يعلو يتبنى أي واحد خطاب التهميش، فسوف يجد من يرى نفسه مهمشا وينضم إلى أنماط حرب العصابات. وبالتالي نحن هنا العامل الخارجي أعتقد أنه مهم جدا ومؤثر في سنعود إلى العامل الخارجي، توصيل الأزمة إلى هذا المستوى والتحذيرات من دخول أطراف خارجية. لكن أود الترحيب بضيفي من القاهرة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام الدكتور أيمن علي السيسي، وإشراكه معنا في هذا الحوار. دكتور أيمن، برأيك ما دلالات استمرار هذه الاشتباكات والاقتتال لليوم الثالث على التوالي، وعدم التوصل إلى حسم المعارك لغاية هذه اللحظة؟ يبدو أن ضيفي من القاهرة لا يسمعنا بشكل جيد.
أعود إليك يعني دكتور خيري في اسطنبول إلى أن يجهز الاتصال مع ضيفي من القاهرة. يعني طيب، إلى أي مدى ممكن اليوم الحديث عن توسيع رقعة الاشتباكات يعني في المناطق وفي ولايات أخرى من السودان، وماذا سيترتب على ذلك من سيناريوهات؟ هي واسعة بالفعل، لأن كان الدعم السريع يخطط أن يكون جيشا موازيا للجيش الأصلي، وبالتالي يعني مثلا ما يمكن تصنيفه أنه تمرد من الدعم السريع. هو السيد حميدتي هو أحد أعضاء القيادة العليا للجيش المجلس العسكري، وبالتالي هو خرج على هذا المجلس، وليس بالتالي المسألة هنا مسألة تمرد. لكن ما يتعلق بانتشارها، هي منتشرة بالفعل، منتشرة في دارفور وهناك معارك. يقول الجيش يصدر بيانات أنها تم حسمها وتم أيضا حسم الشرق، ولكن يظل الوضع هو أن الحسم في عمليات الحروب الغير متناسقة هو أنه يعني يمكن أن يطرد، إنما يعود تاني للحرب ويحمل السلاح. وكانت أيام التمرد الجون جارانج كانت يهربوا إلى الغابات ويعودون مرة أخرى، وبالتالي هي المسألة أعتقد أنه يمكن النظر إليها بشكل أوسع، وخصوصا عندما مثلا نربطها بأحداث دولية. يعني على سبيل المثال، أنا في تقديري أن اشتعال هذه النقطة هي ضمن الحرب بين روسيا والغرب، باعتبار أن الولايات المتحدة تسعى منذ فترة أزمة أوكرانيا، يعني قبل عامين، ليس مع اندلاع الحرب فقط، هو أن توجد مناطق ساخنة أخرى. يعني السودان أعتقد أنها السودان بموقعها الجغرافي بتركيبها السكاني، أي أزمة فيها تضرب في 8 دول أو 10 دول على الأقل. وخصوصا يعني رجعت بعض التقارير أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز وجودها في الجنوب الليبي تحت مزاعم يعني حرب الإرهاب، وبالتالي هنا المسألة لا يمكن هذا ما يعزز لاستمرار الأزمة في السودان. وبالتالي عندما مثلا نقول الخطاب المتراخي، يعني مثلا ليس الأمم المتحدة استطاعت على مدى فترة طويلة حل مشكلة سياسية، ولا البعثات الدولية حلت مشكلة سياسية أيضا. وبالتالي بعثة فولكر واللجنة الرباعية، كل هذه الأمور أعتقد أنها خطابها إذا تابعنا البيانات الصادرة عنها يمكن ملاحظة أنها تعمل على يعني إثارة النزاع وليس حل النزاع. يعني مثلا هذه الاتفاق الإطاري الأخير هو اتفاق مفخخ بالأساس، لكنه لم يستوعب كثيرا من الأطراف السودانية، وبالتالي لماذا الإصرار على أن يكون الاتفاق الإطاري هو الحل الأخير؟ ما يمكن الخلط بين اتفاق جوبا والاتفاق الإطاري. يعني أعتقد أن العامل الداخلي إذا اعتمدت قوات الدعم السريع على ذاتها، على نفسها، قدرتها الذاتية، أعتقد أنها لا تستطيع الاستمرار لفترة حتى قصيرة المدى.